أؤكد لكم أنه منظومة فريق الأهلي المصري الملقب بريال مدريد القارة الإفريقية كم هو مضحك جدا. هذا اللقب بين قوسين انهارت تماما بعد الهزيمة المذلة البارحة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 1-0 في السوبر الإفريقي. مدينة الملك الفهد الرياضية بالطائف في السعودية شهدت البارحة هزيمة مذلة لفريق الأهلي المصري، وصاحب هدف الانتصار لفريق الاتحاد العاصمة هو نجم الفريق اللاعب زين الدين بالعيد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 43. اتحاد العاصمة الجزائري عرف كيف يتعامل مع قوة فريق الأهلي المصري المتمثلة خاصة في خط الهجوم، متمثلة في اللاعب محمد كهرباء الذي كان غائبا تماما البارحة بسبب المنظومة الدفاعية الصلبة للفريق الجزائري اتحاد العاصمة. وفي الأخير مبروك للجماهير الجزائرية وحظ أوفر لجمهور الأهلي المصري.